دعا المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع المصريين للاستمرار فيما سماه نضالهم من أجل الحرية وإعادة الشرعية، كما ناشد الضباط والجنود بألا يطيعوا أوامر بقتل المعتصمين والمتظاهرين، وذكر هؤلاء العسكريين بأن دورهم هو حماية المتظاهرين من كل مجرم وخارج عن الدستور والقانون على حد تعبيره. يعني تصدر امر للاخوان المسلمين فقط او للدقه هو للجنود ان لا يطيعوا اوامر وليس انشقاق، يعني قال ان لا تطيعوا الاوامر بقتل المصريين. ايه توصيفك يعني فقط لما تطلب من جنود عدم اطاعه اذا وصفها كما هي. دعنا نقول هذه النقطه انشقاق ودعوه لشق الجيش المصري، دعوه هذه وجهه نظر. لا دي حقيقه. لان الذي يدعو الى شق الجيش المصري وعدم اطاعه الجنود للاوامر ده دعوه للعصيان، حتى بالاعراف العسكريه ده دعوه للعصيان يحاسب عليها الجندي الذي مع احترام الكامل لما تفضلت به، ولكن هو تحديدا قال بعدم إطاعة الأوامر بقتل المتظاهرين. سيد جوادي، هذه النقطة تحديدا هي يعني بحسب السيد داود هي نقطة خطيرة وقرأ فيها أنها تدعو للانشقاق، ما ردكم عليها؟ طبعا في واقعة كاشفة. الواقعة الكاشفة الأولى هي أنه أحد الضباط في الحرس الجمهوري رفض إطلاق النار فقتل. هذه معلومات؟ طبعا، ما هو محمد المسيري. اسمه ايه؟ المسيري. اسمه ايه المسيري؟ محمد المسيري. محمد المسيري رفض إطلاق النار على المتظاهرين، قتل لتوه، لأنه بالمنطق العسكري أنه ما طاعش الأوامر يقتل في الميدان. لما الجيش قال إن احنا اتقتل عندنا واحد، رد المتظاهرين لأن قالوا أي اتقتل عندكم واحد بس انتوا اللي قتلتوه واسمه كذا، وانتوا حتى ما عملتلوش جنازة عسكرية واحنا هنعمل له جنازة شعبية في اسكندرية، وتعمل له الجنازة الشعبية في اسكندرية. ولم يتحدث أحد في القوات المسلحة. طيب، ولكن أنتم كيف تقرؤون هذا الطلب بعدم إطاعة؟ تعرف معلوماته منين يا زياد حضرتك؟ يعني سألتني تسألات ده سيبني يعني أنت مصدق إن هو لا دعنا نسمع وجهة نظري. تفضل سيد جوادي. دي واقعة تم تداولها في كل المواقع وصورها اتنشرت وكل حاجة. يا سيدي لو سمحت لكي نقود حوارا يا اساتذه، يا سيد داود لو سمحت، سيد داود سجل لو سمحت النقاط كي يعني نتحدث بشكل بناء. تفضل سيد داود. في المره القادمه اذا قطعت لن اكمل. لا يعني بدون تهديد، خلاص تفضل. لا مش تهديد، يعني احنا صايمين. تفضل. دي الواقعه الاولانيه، دي واقعه طبعا منشوره وتم تداولها ولم ينفي احد. يعني القوات المسلحة عندها متحدث عسكري قادر على أنه ينفي أي شيء، وينفي في الوقت المناسب، حتى نفى ترشيح فلانة وزيرة وترشيح فلانة، يعني نفى أشياء أصغر من هذه بكثير. كونه أنه يتضرب بالنار في الأرض المعركة طبقا للأعراف العسكرية ده معروف، يعني أي واحد في الأعراف العسكرية ما يسمعش الأوامر بيتضرب بالنار، ما فيهاش حاجة، يعني ليس فيها جديد. يعني كون أنه يتحسب بقى ضمن شهداء ده ولا شهداء ده، دي القصة اللي فيها خلاف. كون أنه يتعمل له جنازة شعبية ولا ما يتعملوش اللي فيها خلاف. لكن من حيث المبدأ الواحد. القصة الثانية الكاشفة الثانية انه في احد الناس، طبعا هذا الفيديو موجود بيتذاع في الجزيرة مثلا يجي 20 مرة في اليوم، اللي هو فيديو القناص اللي في القوات المسلحة اللي هو بيضرب الناس في الحرس الجمهوري. عرف ونشر الأهرام نفسه ونشر جرائد انه انتحر بعدها بكم يوم بعد أزمة نفسية. لكن قناص آخر اتضح انه احد القتلى قريبه، فاصبحت المسألة دخلنا في القصة بتاعت الشاعرة جليلة بنت مرة اللي قالت: يا قتيلا قوض الظهر به سقف بيتي جميعا من علي. طيب هدم كمل البيت بس. طيب كمل البيت بس، وانت حر انت وخالد انفوا كل ده. لا انا اريد ان اسالك سؤال. هدم البيت الذي اريد ان اسالك سؤال. تفضل سيد جوادي. هدم البيت الذي استحدث وانسان في هدم بيتها الاول، يعني بيتها اللي هو جوزها اتقتل، والصقر اللي هياخده بالصقر هيقتلوا اخوها او هيقتلوا حد من عيلتها. فدخلنا في هذه الحاله من الاحتراب او الحرب الاهليه، اللي احنا قلنا احنا هنعمل انقلاب عشان ما نعملش حرب اهليه. فلما عملنا الانقلاب قلنا تعالوا يا ناس اعملوا حرب اهليه.